المفروض هي دلوقتي توقع واحد او ما تخليهمش يخشوا مره واحده. انت شايف الواد عمل في دمها ايه؟ يعني العيال بتلعب. ما هي الف بقى، بتنزل خصم قوي وحركتك سريعه هتلاقي مشاهدات، خصم ضعيف او حركتك مش سريعه مش هتلاقي مشاهدات. شايفين التحركات بتاع السكواد اللي ضدها. ونبدأ بأول فايت في عماير سكول. طبعا إنك تلاقي بنت خصمها قوي وحركتها سريعة فده نادر جدا. عندك هنا واحد بيكمبر أهو، عملت عليه ردة فعل، وفي ناس أصلا ما بتعرفش تعمل ردة الفعل دي كتير فتحتاج تدريب بس. اه ده مش مكمبر، ده هو كان بيقول لها إن هو بياكل يعني. عاش. لسه في لقطات جاية أحسن. في الناس اللي تحت معاهم سماعة كويسة، يعني مجرد ما سمعوا الصوت ضربوا على الشباك على طول. وعندك واحد هنا كان قاطع نفس، لو كانت طلعت خطوتين تلاتة لبره كان زمانها على اللوبي دلوقتي. المفروض هي دلوقتي توقع واحد او ما تخليهمش يخشوا مرة واحدة. انت شايف الواد عمل في دمها ايه؟ يعني العيال بتلعب. ما هي الف بقى، بتنزل خصم قوي وحركتك سريعة هتلاقي مشاهدات، خصم ضعيف او حركتك مش سريعة مش هتلاقي مشاهدات. شايفين التحركات بتاع السكواد اللي ضدها. يعني في واحد كفر التاني عشان يدخل، وبيدخلوا مرة واحدة كلهم يعني. لا عاش الخصم قوي، نتفق ان الخصم قوي وهي بتعرف تهندل الوضع كويس جدا. طيب، يعني الفايت ده ما كانتش تطلع منه عايشه، يعني السكواد فاهم بعضه، وفي واحد بيكفر والتاني دخل للاوضه التانية عشان التالت يدخل عليها ويجوا داخلين مره واحده عليها. لكن هي ادت بري فاير والهيت شوتات نفعتها يعني. واحد نوك. هما كام اصلا؟ مشكلة من الخريطة حتى هي مقللة الدقة بتاعتها، فأنا مش شايف هما كام واحد. تعرف تهندل الوضع كويس جدا. واهم حاجه طبعا في اليوتيوبر او الستريمر استعمال السماعه. طبعا هنا الخصم تعرف ان هو قوي لان هو ما طلعش في البري فاير اصلا. هي البري فاير الخصم ما رضيش يطلع في البري فاير، طلع بعد البري فاير. عاش. السكواد مش قد كده بس يعني. عاش. عايزين لقطات احسن. المود الجديد ده بقى لو كان بيدي بطاقة اللي هي لو مت تنزل تاني زي المود اللي فات كان هيبقى حلو، لكن انا بنزل لو مت تروح على اللوب على طول، فهي وحشة في كده. معلش. عندها الايم اسيست كويس يعني، شكلها كده بتلعب بجهاز عالي جدا، وانا معرفش هو ايه بس اكيد يعني برو او كده. حركتها سريعة، تحس ان حركتها فعلا زي رايتن يعني بيكات طالع نازل. ما, ما بتستناش في مكان واحد، بتتحرك كتير، بتذنب السكواد اللي قدامها. عاش بجد، غيرت نظرة ان البنات على المطبخ وكده. واحسن ما في الموضوع بقى انك الخصم اللي ضدها قوي، فبتلاقي بتعرف مستواها فعلا او بتعرف تحكم عليها. استعمال سماعة. عاش. تلاقي الناس اللي ضدها معاها سكنات واكيد بتلعب بأجهزة قوية، فتلاقي اللعب حلو يعني، انت كمشاهد بتستمتع. نفس حركات رايدن يعني، تحاول ان هي تستخدم المود كله او الحاجات اللي نازلة في المود زي رايدن بالظبط. يعني في حاجات احنا ما بنستعملهاش اصلا بتلاقيهم هما بيستعملوها. سكواد، واحد يمين واحد شمال واحد نص، فالتحركات يعني انا مش هقول على التحركات، الناس فاهمه بعض، الناس بتعرف تلعب مع بعض. هو الاخير ده على الله حكايته، بس هو التحركات بتاعتهم وهم جايين كانت كويس يعني. انت واحد جاي لك من الشمال واحد جاي لك من اليمين واحد جاي لك من النص، فانت هتعمل ايه؟
لو حد مننا كان على اللوبي اكيد يعني. بس هي اي حاجه بتاخد تجديد يعني. استعمال سماعه برضه. عاش. 2 نوك. سحب رخص بس اللي هي مش على مسافه بعيده، فمش هقدر ان انا احكم عليها يعني، فعاش. تحس ان هي بتبش على طول، او ان هي بتروح في الاماكن ان هي في اللي هي فيها فايتات كتيره. والمشكله ان هي ده كله جيم يعني، هي ما مش جايبه لقطات، لا ده جيم واحد. انت متخيل الخصم اللي ضدها ده كله ده في جيم واحد؟ فهي بتلعب في تقييم كونكر وفوق، او ورقه رابحه وفوق. مندمج جوه مندمج جوه. انت متخيل ان البنت اللي دخلت الاول دي النت دمجتها؟ شوف هي عملت ايه في دمها. يعني كان اللي داخل وراها ده او اللي داخله وراها ده، لو كانت طلقه واحده بس كانت تعلوبي دلوقتي. بس عاش، هي بيكون في نسبة حظ يعني كده. عاش. بتذنب السكواد يعني، ما بتستناش في مكان واحد، فوق تحت يمين شمال، اللي هي ما بتستناكش في مكان واحد، اللي هو هترمي الهدايا فين انت؟ انا مش ثابتلك في مكان. نقل من عمارة لعمارة، نفس رايدن بالظبط، نفس اسلوب رايدن. فتحس ان هي مثلا كانت ايه، بتتدرب على اسلوب رايدن اصلا. تمام. العيال اللي ضدها قوية، وفي جيم واحد كله بيبوش، ف بتديك متعة اللي هو انت عارف المشكلة في ايه؟ المشكلة ان هي بتطلع سليمة بعد كل ده. العيال تحركاتها. عاش. شايفين الدوج اللي حصل بين الخصم؟ هنا في ناس كتير أوي لما بتاخد. عاش. شفت الهيد شوت؟ يعني هو الواد دخل لقى طلق في وشه، اللي هو ما عرفش اصلا يعمل حاجة. طبعا الانفور الكهرباء ده بيخليك مش شايف اصلا الخصم. كنت اقول لك ايه، شفت لما هم بدأوا ان هم يبشوا هي رجعت لورا ليه؟ لان هي تدي بري فاير على الباب، فاللي هو داخل هياخد الطلق في وشه. فيا ريت نتعلم لما بتشاهد كده، تتعلم اللي هو ما تشاهدش وخلاص. عندك مثلا لو خدت الغرفة دي او اي غرفة، تبدأ ان انت تاخد خطوتين لورا، ما بتروحش على الباب كده، لان انت كده هتلاقيهم في وشك فهيدمجوك. انت لا، انت المفروض ان انت ما تتدمجش علشان تقدر ان انت تفايت السكواد كله. المفروض ان انت تنوك 2 على الاقل من غير ما تتدمج، او تتدمج اللي هو حاجة بسيطة. لان لو الاولاني دمجك خالص انت كده سلام على كده. تعرف امتى تسحب نفسها من الفايت، وتعرف امتى ان هي بتعرف امتى تفايت قصدي، وبتعرف امتى تسحب نفسها من الفايت. ودي مش اي حد يعملها على فكرة. الواد ده اللي لسه قتلاه من شوية ونزل. عاش. احسن ما في الموضوع ان الخصم قوي. انا اعشق حاجة اسمها حركة سريعة وخصم قوي. طالما كده انت جمعت لي الاتنين دول مع بعض، اقدر ان انا اقول لك انت لاعب محترف ولا لسه قدامك كتير، او قدامك شويه يعني. ايمها كويس جدا، سواء بالريد دوت من على مسافات، او بالسكوب 4 او بسكوب 3. ايمها كويس. حتى الايم اسيست عندها كويس، والبري فاير برضه. رايح فين؟ هنا بقى نشوف الايم بقى. انت متخيل ايمها او ايم الناس اللي ضدها؟ يعني انت شايف هي بتضرب وبتبيك وتدخل تاني في الكفر. برضه عايزين نشوف في اخر الفيديو كده الطبقه اللي هي بتلعب فيها، هل كونكر هل ورق رابحه، لان انا شايف ان المستويات عاليه جدا، فانا بقول ممكن ايس وطالع يعني. يعني مش هتلاقي المستويات دي اكيد في ذهب او في ماس او كده. تستعمل السماعه كويس. اتفق على كده.
بتبوش اللي هو ما بتهابش حد. يعني تحس ان هو نفس اسلوب رايدن. بس تعال نشوف الفايت ده كده الاول. انت عندك الواد اللي فوق بيلعب معاه جروزة فريمات بينج، ما خدش معاها برضه، اللي هو ما بيلحقش يشوفها اصلا. طبعا ده بيكون الثقة بيكون لها تأثير في الكلام ده. يعني انت واثق في نفسك برضه بتديك دافع ان انت تبوش، بتديك دافع ان انت تلعب. عاش. طبعا ده كله جيم واحد، نفس اسلوب رايدن برضه بينزل لقطات من جيم واحد. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. بتمنى لو عجبك تقول لي رأيك في التعليقات، وتقيم لي البنت دي من 10، وهل لسه فكرة ان البنات على المطبخ زي ما هي، ولا البنت دي قدرت ان هي تغير الكلام ده. وبس كده، سلام.